وكأنك تشاهد الأسطورة نسيم حميد في وزن أكبر. نجم ملاكمة جديد يلقب بالساحر، حيث يتفادى اللكمات بطريقة لا تصدق ويجعل من الحلبة مسرحا لعروضه الرائعة. نجم الملاكمة البريطاني بين ويتكر سنتحدث عنه من خلال هذه الحلقة الشيقة، تابعونا. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! بين ويتكر ملاكم بريطاني قوي ومهاري للغاية، اشتهر بشكل كبير جدا مؤخرا. ويتكر قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية بالملاكمة كان عاشقا لكرة القدم، بل ومهاريا جدا ويقوم بحركات الفريستايل. أبوه رأى فيه الموهبة، لذلك خيره يا إما الملاكمة يا إما كرة القدم، لأنه لا يستطيع النجاح في كليهما. ويتكر اختار الملاكمة واستطاع أن يطبق حركات الأرجل في الفريستايل في الملاكمة، ونجح معه ذلك كثيرا ووجد أسلوبه الخاص، وكثيرون يشبهونه بالأسطورة نسيم حميد النسخة الجديدة. ملاكم شاب بعمر 28 سنة، طويل طول 191 سنتيمترا، رصيد خالي من الهزائم، 10 انتصارات، تعادل وحيد، 7 انتصارات بالضربة القاضية. تخيل ملاكم يحب الاستعراض وفي نفس الوقت لديه طول ذراع كبير. طول ذراعه يجعله يبدع بشكل أكبر، لذلك ويتكر من الصعب جدا على الخصوم أن يلمسوا وجهه، وذلك ما هو ملاحظ، فالفرجة فيه تجعلك تستمتع بشكل كبير جدا. سواء كنت تحب الملاكمة أو لا تحب الملاكمة فستشاهد بين ويتكر رغما عنك. كما أنه لم يأتي من فراغ، بل لديه مسيرة كبيرة بالهواة سواء في بطولات أوروبا أو بطولات العالم، وكذلك حقق الميدالية الفضية بالأولمبياد. ويتكر بدأ الاحتراف سنة 2022، حيث قرر أن يكون ملاكما محترفا وأن ينجح بأسلوبه ذاك الذي ظهر معه مبكرا. والشهرة التي حصل عليها اليوم كانت سيفا ذو حدين، من جهة أفادته كثيرا ليحقق النجومية، ومن جهة أخرى وضعت عليه ضغطا كبيرا جدا، وأصبحت الجماهير تطالبه بنزالات كبيرة وكأنه قديم بالملاكمة، إلا أنه كما ذكرت بدأ الاحتراف سنة 2022، وبالمناسبة هو ملاكم نشط ونشط جدا، حيث يخوض نزالات كثيرة، وهذا ما يعجبني فيه. مؤخرا قام بإمضاء عقد كبير مع المروج إيدي هيرن بماتش روم، وهم يروجون له بشكل كبير جدا، وهذا قد زاد الضغط أيضا من جهة ثالثة. هناك من يقول أنه منفوخ وهي مسألة وقت ليسقط، وهناك من يقول أنه أسطورة قادم في الطريق. من جهتي كنت قد رأيت له نزال ضد ليام كاميرون، وكان ويتكر قد انسحب بداعي الإصابة بعدما سقط هو وكاميرون من على الحلبة وقرر الانسحاب. هذا الأمر اعتبرته الجماهير هربا وليس انسحابا أو بداعي الإصابة، لذلك تمت إعادة النزال بين ليام كاميرون وبين ويتكر، فنجح الأخير في الفوز بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية، ما أكد بأنه ليس ملاكم الصدفة، وإنما بالفعل ملاكم لديه ما يكفي من التقنية والمهارات ليكون بين كبار اللعبة عاجلا أم آجلا. أنا بدوري أقول أن ويتكر هو نسيم حميد زمانه. ضربته القاضية رائعة، رغم أنه يعتمد على المهارات والاستعراض بشكل كبير، لكنه يفوز بالضربة القاضية، 7 ضربات قاضية، يعني لديه قوة اللكمة. هناك عدد كثير من الملاكمين ربما يستعرضون لكن ضرباتهم لا تؤتي ضربة قاضية، وهناك ملاكمون لا يستعرضون ويلكمون بقوة، رغم ذلك لا يفوزون بالضربات القاضية، وهذا ما يميز بين ويتكر. زد على ذلك أن ما زاد من شهرته أيضا هو حبه لمسلسلات الأنمي، ولديه جماهير كبيرة من الجيل الجديد يحضرون نزالاته أينما كان، بل ويشبهونه بشخصياتها. لكن ما مشكلة بعض عشاق الملاكمة مع بين ويتكر رغم أنه يقدم كل هذا؟ صراحة أنا أيضا لدي هذه المشكلة معه. حاليا هو مصنف رقم 21 بالوزن خفيف الثقيل، من أصعب أوزان الملاكمة حاليا. هذا الوزن يوجد به الوحوش، وبما أنه قد ذكرت بأن مروجه هو إيدي هيرن، فأكيد ماتش روم عليها ضغط كبير جدا، لأنهم أيضا يروجون له كنجم كبير قادم في الملاكمة. وإذا أردت أن تصبح نجما كبيرا فأكيد عليك أن تواجه النجوم، عليك أن تواجه النخبة. لكن للأسف الوزن خفيف الثقيل، رغم أن النخبة أسطورية
إلا أن ما قبل النخبة قوي وقوي جدا. نتكلم عن إمام خاتاييف مثلا، ملاكم وحش. نتكلم عن جوشوا بواتسي، نتكلم عن ديفيد موريل. هذه الأسماء مصنفة في تصنيف عالي بهذا الوزن، والأسماء التي تسبق بين ويتكر وهو في المرتبة 21 صدقوني كل هؤلاء وحوش فتاكة. أما القمة التي أتحدث عنها والتي يوجد بها كل من بيفول، بيتربييف وبينافيديس، فلكم الحكم. كيف يمكن لويتكر أن يواجه أولئك الوحوش بذلك المستوى؟ خطأ ولو بسيط جدا أمام هؤلاء الأسماء ستسقط بالضربة القاضية مباشرة. كلنا شاهدنا تلك التعقيدات التي وقعت عندما التقى نجمي هذا الوزن بيفول وبيتربييف، وكأنك تشاهد مباراة شطرنج من المستوى العالي جدا. الخطأ مكلف للغاية، والأفضل من الصعب أن يفوز بالضربة القاضية، لأن كلاهما لديه قوة تحمل، تقنيات عالية جدا، مهارات خرافية، فلذلك دائما ما ينتهي ذلك النوع من النزالات بالنقاط. لذلك أنا لست ضد موهبة بين ويتكر، بالعكس أحب مستواه كثيرا وأحب أن أشاهده يقاتل بتلك الطريقة، لأنه ليس هناك ملاكمون مهاريون كثر في الوقت الحالي، لأن هذا الأسلوب كان قد انتهى منذ زمن، لأنه لم يعد ناجحا بسبب تطور الملاكمة. كما ذكرت أن الملاكمة تطورت كما تطورت جميع الرياضات. كرة القدم حاليا ليست هي كرة القدم زمان، دائما هناك لعب جماعي. كذلك بالملاكمة فهناك اعتماد كبير على التقنيات، والملاكمون لا يغامرون بأنفسهم. من الصعب جدا أن تشاهد ملاكم يغامر حاليا، هم لا يغامرون حتى في مواجهة الأسماء الكبيرة ليغامروا بالحماية على وجوههم، هذا أمر مستحيل. ويتكر يقوم بذلك وبمهارة عالية، هذا ما يجعل الجماهير تستمتع بكل جولة بكل لحظة في نزالاته. وهذا أجمل ما يوجد في الملاكمة والقتال عموما، أن الملاكمة مستويات، رغم أنك تشاهد مستوى كبير إلا أن دائما هناك أفضل منه، يعني لكل كبير كبيره بالملاكمة. والمستوى الأخير بالوزن خفيف الثقيل هو بيتربييف وبيفول، وأضع بينافيديس ثالثا. يبقى ذلك قراءة شخصية، لأنني شاهدت كيف واجه بيفول بيتربييف ولم أشاهد بينافيديس ضدهما لحد اليوم. بالمناسبة بينافيديس كان قد تلقى تحدي من بيتربييف، لكن تفاجأت عندما علمت بأن بينافيديس ترك هذا التحدي وذهب لتحدي ويتكر. ويتكر ملاكم يحتاج العديد من النزالات، لماذا تتحداه وترفض تحدي بيتربييف؟ وعند ضغط الجماهير عليه قام بالإجابة من خلال ستوري وقال أنا أقبل بذلك. بيتربييف لحد الآن يريد المواجهة، بينافيديس لا يبدو أنه جدي بخصوص ذلك، من حقه. بيتربييف وما أدراك ما بيتربييف. لكن أريد مشاهدة هذا الثلاثي ضد بعضه، بيتربييف ضد بينافيديس، بيفول ضد بينافيديس. يا سلام. برأيكم هل ينجح بين ويتكر بهذا المستوى في بلوغ مستوى النخبة والفوز على أسماء كبيتربييف، بيفول وبينافيديس؟ أترك لكم حرية التعليق لأتفاعل معكم كما العادة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم وتعليقكم بالحلقة لتنتشر بين محبي الملاكمة. كان معكم أمين، إلى اللقاء.